سلام ومرحبا بكم. اليوم رايحين نحضروا مع بعض وصفة رولي بالشوكولا. وصفة رائعة سهلة وبدون فرن وتوجد ليه. نبداو مع بعض بطريقة التحضير. انا عندي هنايا حوالي 400 غرام تاع بسكوي مرحي. اختاري البسكوي اللي حبيتيه على حسب انتي واش تحبي. انا عندي هنا 400 غرام. واش ندير لها؟ ننحيها ونخليها على جنب. انا نبدا هنا نحضر الكريمه اللي رايحه نعجن بها البسكوي. عندي كاس ونص حليب، نحطهم في كاسرونه. كاس ونص حليب نحطهم في كاسرونه. نزيد معاهم هنا عندي 2 ملاعق كاكاو كبار. اختاروا الكاكاو اللي يكون نوعيه جيده. نزيد معاهم 2 ملاعق كبار سكر عادي يعني. ونزيدو كذلك 2 ملاعق كبار نشا اللي هي المايزينا. نخلط كامل هاد المكونات بالفوي باش ما يتشكلوش عندنا الكتل. فوالا، نخلطو جيدا ونحطها فوق النار، نار خفيفة حتى يتقال لنا هذاك الخليط، واكيد مع الاستمرار في الخلط. هنا بمجرد ما الخليط يبدا يتقال راح نضيف عليهم ملعقة صغيرة زبدة ونخلط بهذا الشكل. وهذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. انا نحطو جانبا باش يتفالي شويه، ماشي شرط يبرد، يدفى شويه برك. ونبدا نخدم في العجين تاعي اللي هو عجينه البسكوي. انا هنا بعد ما تفالي شويه واش ندير؟ رايحه نفرغو على البسكوي هذاك المرحي. ما نفرغوش كامل على ضربه باش ما تخرجليش جاريه. فرغت كميه ونخلط هكذا. انا استعملت ملعقه في الاول ونشوف اذا خصني نزيد، واذا ما خصنيش نكتفي بهذه الكميه. نكمل هنا بيدي. لازم نتحصلوا على عجينه ما تكونش تتلاصق وفي نفس الوقت تكون طريه. انا نظن هنايا ما رايحاش نزيد كريمه لانه القوام تاع عجينه البسكوي راهي مليحه. فوالا، انا نجمع هاد العجينه نحطها في ساشي ونخليها تبرد شويه. في ريسيبيون واحد اخر رايحه نوجد الكريمه اللي رايحه نحشيو بها البسكوي رولي تاعنا. انا عندي هنايا كاس شونتيي، اختاروا النوعيه الجيده. وعندي معاها كاس حليب بارد. ونخلطو بالمضرب الكهربائي جيدا حتى تطلع لنا الكريمه. ما رايحاش تاخذ لنا بزاف وقت. كي تطلع لي لا كريم رايحه نزيد لها هنا ملعقه تاع شوكولاته الطالي. هذه اختياري، تقدري تضيفي كراميل. انا هنا ضفت شوكولا بالحليب. نخلطو جيدا ونحطو هاد لا كريم في لابوش باش نحشيو بها الرولي. انا هنايا بعد ما تفالي الرولي جبت بابي كويسون ورايحه نعجن فوقو هاد البسكويت تاعنا. نحاولوا ما نديروها رقيقه بزاف وما نديروهاش خشينه،
تكون متوسطة. انا هنا استعملت نفس العرض تاع البابي كويسون. بعد ما بسطتها بالطريقة هذه رايحة نضيف لها الحشو تاع الكريمة اللي كنا حضرناها بطريقة عشوائية. بهذا الشكل، ما نوصلش للأطراف، ونخلي مكان صغير ما نديرلوش لا كريم. نبدا هنايا نرولي البسكويت تاعي بهذا الشكل، وهنا كنت حطيته في الثلاجه اللي هي الكونجيلاتور لمده 2 سوايع. لازم يجبد لنا مليح باش نقدروا نتحكموا فيه. ذوبت هنايا شويه شوكولا بالحليب، تقدري ديري شوكولا نوار على حسب الذوق تاعك، ونفرغ لها الشوكولا من الفوق. نحاول نغطي لها كل الجوانب. انا هنا كنت قطعت لها الاطراف الزائده في لي كوتي باش تعطي لي شكل شباب، ونقطعوها ونقدموها بالشكل اللي حبيناه. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شوفوا كيفاش خرج الشكل تاعها، والمذاق رائع جدا. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوليش بتعليقاتكم، لايكاتكم، ارائكم، والشير والمشاركه مع الاصدقاء، والى اللقاء.